بحالي بحال كاع المراهقين المغاربة كنا كنتفرجوا في الافلام البورنوغرافيه سن المراهقه، وكاملين مارسنا لعبه الاصابع، وحنا كنتخيلوا سيناريوهات، وكم منا بغى يولي مول الحانوت يطلع البطل جارتهم، او البلومبي اللي عنده ديما سمعه خايبه، وكاين اللي مشى بعيد بحالي وبغى يولي جن وكيخترق الحيطان بلا ما يشوف واحد ويبقى يكوي في عباد الله. وكنا كنعرفوا ان البورنو كتاثر على العقل الباطني ديالنا، ومنه كنستلهموا ما يسمى بالفونتازم، اي واحد والممارسه الجنسيه الفريده اللي كتخلينا نوصلوا لقمه النشوه. من بين الفونتازمات اللي يكونوا عندي هو انني ندير المساج، وفي اطار هذاك المساج تجي العمليه الجنسيه على حين غره بحال الحلم تماما. وبقيت بزاف عاد حاولت نحققه. جا اليوم الموعود، اول مره في حياتي كنحصل على مبلغ مالي جد محترم بالنسبه لشاب. دخلت كنقلب في الانترنت على صالونات المساج الموجودين في العاصمه، وانا كنقلب جا في عينيا واحد الماركه عالميه مشهوره بتسريحات الشعر والصبا، وفعلا ربط الاتصال بهم وانا كنترعد. جاوبتني واحد خيتي، هضرت معها بالفرنسي باش نبان مولف، ما سولتهاش على الثمن، خليتها هي اللي تقترح عليا انواع المساج والاثمنه تماك. خديت مساج غولاكسون وصونا، حسباتو ليا ب 1200 درهم. وافقت من دون تردد، وخديت موعد مع 3 العشيه. تغديت دوشت، واخا صونا والدوش خاصك تمشي نقي لهاد الاماكن. قرب وقت الموعد، اول قواده درت هو انني مشيت في طاكسي كبير حيت ديك المنطقه خارج العاصمه تقريبا. وصلت ودخلت للصالون، كنلقاها الفرنسي كتشير والميمات والرجال، المهم عالم خور تماك. ضغط ما عرفت ما نسبق من وخر، حتى جات هذيك اللي في الاستقبال سولتني على سميتي. عطيتها ليها، خلصت في الاول بطبيعه الحال، ثم طلبت مني نجلس في الصالون نساين. بقيت جالس كنقرا في المطعم باش نبان معاهم. هبطات واحد القرطاسه شفتها قلبي تاز من بلاصتو، كنت باغي نعطيها كلشي ونهرب بلا مساج. قالت لي يا مسيو فلان، قلت لها ثم ردات عليا بالفرنسي تبعني. ديك الساعه واخا تكون غاديه بيا لجهنم نتبعها. طلعنا في الدروج، صيبات الصونا ودخلت ليها. بقيت بوحدي في ديك الصونا، ولاول مره في حياتي جاب لي الله بحال هاد لونطريما ديال جهنم. حسيت بحرقو، قربت نغوت لكن تحملت وسكت. راه واخا تشعل فيا العافيه ما نقدرش ندير شي ردة الفعل نتشوه تماك. بقيت هكذاك حتى جات ديك خيتي قالت لي خليتيها على السخون بزاف. جاوبتها وانا لحمي تقريبا كله مشوط. راه هذه هي درجه الحراره اللي مولف عليها في الصونا. ثم دخلت للدوش، خويت عليا الماء بارد، جاني بحال رحمه الوالدين. ساليت دخلتني لواحد الشومبر فيها الناموسيه واعره، الوسط بالدروج ومدوره بالشميعات في الالوان والضو خفيف، ومن الفوق طالقين الموسيقى الهادئه. اول ما دخلت تما ما عرفتش علاش قارنتها بالضبط مع القهوه ديال الحومه ونص نص كبيره. المهم تما عطاتني واحد البلاستيكه وقالت لي تي بو ميتر سا سيل تو بلي، 2 دقايق نوجد راسي ونجي. ما عرفتش شنو هو داك العجب، لبستو على شكل كالسون. انا حشمت حيت بقاو معني مدلين منه. تما جاتني الفكره انه نظرا لبريستيج المكان راه كتلبس بحال الاطباء. عاودت حيدتو ولبست الكالسون ديالي، ثم دورت ديك اللعيبه على فمي ونيفي وجلست. بقيت جالس حتى كنت متخنق. جات دقات الباب وحلاتو، ثم عاودت سداتو حتى سمعتها كتخرب الضحك. عاودت حلاتو وقالت لي سي ان كالكون جوطابل مسيو. قلت لها ثم لبستو وانا ما حاملش راسي. دات لي المساج بالزيت، يلا قص لي رجليا. بقات طالعه حتى قرب وبعدات يديها. بغيت نشد ليها يديها ونحطها تما، صافي ما بقيتش قادر، وما كنحس لا بمساج لا حتى كنفكر نطلع عليها، واللي بغى يكون يكون. ثم قررت في نفسي نجيها فاس. قريت الفاتحه 5 المرات وحسبت حتى 20 وقلت لها بشحال ديري لي. جاوبتني لا، ولكن لا بغيتي مساج ديالو ازيدني 600 درهم بدون تفكير. قلت لها هي الاولى. نضت جبتها من السروال عطيتها ليها ورجعت تسرحت في بلاصتي حتى وصلت للاخير. درت ضربات البرد. تما بداو كيجيوني افكار جهنميه
ديال انقول ليها ردي ليا فلوسي، ولا نخشي بوك في ديك الصونه ونديرها في الصون ونسد على امها بحال الفيران. جاوني بزاف ديال الافكار الانتقاميه، لكن انتهيت باش نخرج من تما باقل الاضرار بلا ما نبات في الكوميساريه. ساليت، رجعت للدوج وخرجت في حالي، وبقيت كنتمشى على رجليا شي 4 كيلومتر كما قلت لكم في الاول، حيت هاد البلاصه هذه خارجه على مدينه بزاف. بقيت كنتمشى حتى وصلت للبلاصه ديال الطاكسيات، والطريق كلها وانا كنفكر تقامت عليا ب36,000 ريال وانا كنتعصب. ما لقيت ما ندير وانا نكملها في عظامي. كانت هذه هي القصه ديالنا اصدقائي، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. الى القصه المقبله ان شاء الله.